السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ كويسين؟ النهارده بقى قلت اعمل لكم حاجة هتنفعكم. الوصفة اللي انا هعملها النهارده دي هتحتفظوا بيها رمضان، هتعجبكم جدا جدا جدا. انا متأكدة ان انتوا هتعملوها كل شوية. معانا برتقال ومعانا جزر، ليس الا ومعانا نشا ومعانا بقى كيس فانيليا. بصوا ما في اسهل من كده. جزر وبرتقال وكيس فانيليا اهو، كيس فانيليا. ومعانا 3 معالق نشا. هشوف بقى ايه، هقشر الجزر واقطعه، وهعصر البرتقال وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، سلقنا الجزر اهو، وهنحطه بقى في الخلاط، نضربه في الخلاط بالميه بتاعته كده زي ما هو اهو. هنحطه كده في الخلاط نضربه زي ما هو كده اهو، بميته بحاجه. احنا سلقناه، قطعناه وسلقناه. بصوا وهنضربه بقى ايه بميته كده عشان صوت الخلاط. وهنحط بقى ايه، هنحط كوبايه سكريه. هضربه في الخلاط. بصوا يا حبايبي بقى ايه، ضربناها اهو. حطينا برتقان. شايفين المنظر الجميل؟ حطينا البرتقان على الجزر وضربناه. شايفين؟ ايه رايكم في المنظر ده؟ شايفين الروعه؟ شايفين الجمال اهو. هنضرب بقى الباقيين، شويه الباقيين. هنصفيهم بقى كده عشان يبقوا ايه، يبقوا ناعمين. هقول لكم بقى دي المراء اللي انا بعمله ده يا ولاد، بدل قمر الدين. شايفين الجزر بالبرتقال اهو؟ الحمد لله ما فيهوش ولا شوائب ولا في اي حاجه خالص اهو. هنكمل بقى الضرب وهنرجع لكم تاني. ضربنا الباقي اهو. الجزء التاني حطينا عصير البرتقال على الجزر اللي احنا سالقينه، وهنحطهم برضو نصفيهم. شايفين القوام عامل ازاي؟ قوام مية مية. ده بقى يا ولاد ايه، احلى من 100,000 مره. رحنا نجيب بقى قمر الدين، لقينا لفه قمر الدين 400 جرام ب100 جنيه. طب وهي من نفس القصه، عاملين جزر وبرتقال. فاحنا رحنا قلنا طب ليه، طب احنا نعمل في بيتنا حاجه نضيفه احسن من اللي احنا شاريينها من بره 100 مره. واهو شايفين عامل ازاي؟ حد يقول لي بقى قمر الدين مختلف عن ده؟ حد يقول لي كده قمر الدين مختلف عن ده؟ عايزين بقى احنا في المرحله دي، عايزين تحطوه في اكياس وتحفظوه في الفريزر، وتخلوه في رمضان تعملوه عصير، تزودوه ميه وتعملوه عصير. اهلا وسهلا. عايزين تعملوه مهلبيه، برضه تعملوه مهلبيه. ماشي يا حبايبي؟ اهو شايفين مفيش اي حاجه خالص، المصفى هي مش مطلعه اي حاجه اهو. اهو حبايبي، دي قناتي وصفات ماما زوزو. اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل، وحطوا لايكات، حطوا لايكات لايكات لايكات. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ هنحط ده على النار اهو. شايفين؟ تعالوا بصوا كده معايا، شايفين المنظر؟ شايفين القوام جميل ازاي؟ شايفين قوامها حلو ازاي؟ هنعمل بقى ايه، نحطها على النار اهي. روعة، منظرها روعة. شايفين؟ معانا بقى هنا ايه يا ولاد؟ معانا هنا كوباية مية اهي، كوباية مية عادية باردة. ومعانا هنا 3 معالق نشا. ماشي، هنحط النشا على المية اهو. نحط النشا على المية اهو، وهنقلبهم. وهنا معانا كيس فانيليا اهو. شايفين؟ هنحط عليها الفانيليا اهي على اللي في الحلة هنا اهو. هنحط بقى الحلة على النار تغلي. اول ما تغلي هنضيف عليها النشا. حطوا لايكات. بصوا يا حبايبي بقى، اول ما يغلي معاكم كده، شايفين؟ يا لهوي على الجمال. لو شمين الريحة، شايفين؟ روعة 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 اهو. ابتدى يغلي
هنعمل ايه؟ شايفين؟ اول ما ابتدى يغلي كده هنقلب الميه بالنشا، وهنروح حاطينها، وهنفضل برضه نقلب كده. ما تشيلوش بقى ايديكوا علشان ايه؟ ما يشيتش. شايفين؟ اول ما يتقل معاكوا تطفوا النار على طول. يا روعاتك يا زوزو، يا جماله يا جماله، يا حركاته يا تفكاته. ايوه كده الاختراعات. ولا تقولوا لي بقى قمر الدين بقى المحل سوريا، ولا قمر الدين تركيا، ولا قمر الدين بتاع. اقسم بالله ريحته وطعمه احلى من طعم قمر الدين اللي احنا بنجيب اللفه ب 100 جنيه. والله قسما بالله. كلكم بقى يا حبايبي اللي اول مره يشوفني وعجبوا الفيديو شايفين الجمال ده، انا على فكره في معلومه تاني، انا عملت بالبرتقال البلدي، يعني البرتقال اللي هو البلدي اللي انا عملت بيه. وطبعا الجزر زي ما انتم شايفين لازم تسلقوا الجزر الاول في ميه، وتحطوه بقى تضربوه في الخلاط بقى، تحطوا عليه بقى البرتقال وبالميه بتاعته وتعملوه. اللي وصل معايا لحد هنا وعجبه الفيديو فضلا وليس امر، يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. ولو لكم تعليقات قولوا لي عليها في الفيديو. بصوا بقى احنا وصلنا هنا للمرحله دي، شايفين المنظر اهي؟ تقل معايا اهو، شايفين؟ تقل معايا. في التوقيت ده بقى، في المرحله دي يعني، ممكن اللي عايز يحط بتاع ده هو جوز الهند ناعمه يحط، بس انا مش هحط جوز الهند. لو عايزين تحطوا يعني جوز الهند حطوا، لو مش عايزين انتوا حرين. بس هو كده ما شاء الله ما شاء الله، مش عايز اي حاجه خالص. بالصلاة على النبي يعني، والله 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 الريحة أكني عاملة بالمشمش، مش بالجزر والبرتقال أهو. هنسيبه بقى لما يغلي غلوة واحدة، شايفين أهو؟ أول بس ما هو تقل معايا أهو، أول ما يتقل تحت إيديكوا تروحوا إيه؟ طافين عليه على طول. بس لازم تفضلوا تقلبوا كده علشان ما يلزقش منكم في الحلة، ولا يشيط منكم. شايفين يا حبايبي؟ يا جماله يا حركاته يا تكات. حطوا بقى لايكات 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 لايكات، انا عايزه الفيديو ده يجيب اعلى لايكات. وجربوه والله اقسم بالله هتدعوا لي. هاتلكوا كده كيلو جزر، وهاتلكوا 3 كيلو برتقان، واعصروا البرتقان واسلقوا الجزر، قطعوا الجزر واسلقوه، وحطوا بقى السكر. يعني حلوا السكر، مش هقول لكم تحطوا قد ايه سكر، حسب انتوا بتحبوا سكره ايه. واخدين بالكم؟ شايفين اهو؟ هي غليت كده خلاص. شكرا، هطفي النار. شكرا. وتعالوا بينا بقى نصبوا ايه؟ نصبوا في الاطباق. بصوا بقى يا حبايبي، ادي احنا خلصنا اهو، عملتوا حسبناهم في الاطباق اهو. كانوا محتاجين بقى دول ايه؟ الكاميرا ظلماهم. الاضاءه شكلهم جميل، لونهم اورنج غامق جميل. واللي وصل معايا لحد هنا يحط لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، ويجرب بالله عليكم، جربوا الطريقه دي. هاتوا 2 كيلو برتقال او 3 كيلو برتقال، وهاتوا كيلو جزر، وواحده فانيليا، وسكر زي ما انتوا عايزين، واعملوا الطريقه دي سهله جدا. تسلقوا الجزر، تقطعوا الجزر وتسلقوه، وتروحوا حاطينه ضاربينه في الخلاط بالميه بتاعته، وتحطوا عليه عصير البرتقال. بعد ما تعصروا البرتقال تحطوا عليه عصير البرتقال، تحطوا عليه السكر، وبعدين تحطوه على النار. لما يغلي تروحوا 3 معالق نشا على كوبايه ميه، تقلبوها وتحطوها عليها، بقت مهلبيه. اقسم بالله العظيم مهلبيه قمر الدين 100%، وطعمها كمان احلى من قمر الدين اللي بيتباع حاليا دلوقتي، احلى من افخم انواع قمر الدين الموجوده في السوق. جربوها وهتدعوا لي. والله 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 طعمه خرافه وريحته خرافه. وعايزين بقى تحطوا جوز الهند على وشه، وحطوا، عايزين تحطوا جواه وقلبوا جواه يعني قبل ما تصبوه جوز الهند، بس انا ما عنديش حد يعني، اللي في البيت عندي هنا ما بيحبوش جوز الهند، عشان كده ما حطيتش. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. واعتمدوها لو انتم قبل ما تحطوها على النار، وبعد ما تضربوها في الخلاط، وحطوها في ازايز، وحطوها في الفريزر، وتزودوها ميه وتبقى عصير. يعني تحطوا عليها ميه تبقى عصير. عايزين تعملوها مهلبية زي ما انا عملتها كده، فكرة روعة وجميلة والله، وطريقة 100%. وحبايبي يعني مش هقول لكم، اللي عاوز اي حاجه يكتب لي في التعليقات، ويقول لي انتوا بتشاهدوني من اي مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.